انا مش عارف لولا وجود اشرف بن شرقي كنا عملنا ايه. يمكن الحسنه الوحيده، لا الحسنتين الوحيدتين اللي كانت موجودين النهارده ان عندنا اشرف بن شرقي وان احنا سجلنا بعد الدقيقه 90 لقاء بعنوان النهارده كلنا كنا بنصوت، مش انت لوحدك يا حسين. يعني حسين باشا الشحات النهارده كان بيصوت جوه الملعب زي ما انت شايف قدامك، احنا كمان كلنا كنا قاعدين بنصوت بس صوت تاني. لا الغريب في الامر ان كولر مصمم ان هو يشلنا. يشلك ازاي؟ ان هو بيلعب بخطه النهارده 4-4-2. فاحنا عارفين ان امام عاشور لما بيلعب ناحيه الطرف بيموت امام عاشور جوه الملعب عادي، مفيش مشكله، هقتله الشوط الاولاني ناحيه الشمال واقتله الشوط الثاني ناحيه اليمين. لا ما اصل كولر عايز يلعب وسام وجراديشار، فالخطه الوحيده اللي ينفع يلعب بيها 4-4-2. طب فكره ان احنا نلعب 3 في الناحيه الدفاعيه، 4 في نص الملعب، قدامهم امام عاشور وقدامهم 2 مهاجمين، لا ما خدناش في الكلاس دي. اقسم بالله العلي العظيم يعني حاجه شلل. تقريبا اللعيبه جالها خبر ان كولر هيمشي مع اي تعثر، علشان كده اللعيبه النهارده بتقول له اشرب يا كولر. حتى هو ذات نفسه واللقاء شغال ما بيعملش حاجه، الراجل واقف على الخط بسم الله ما شاء الله يتامل ويتجمل ويتحلى ويتشنن ويعمل اي حاجه خالص. مفيش. في الدقيقه 20، في الدقيقه 58، في الدقيقه 88، في الدقيقه 90 هو كولر واقف بيتفرج زينا بالظبط، هو مش عارف يعمل ايه. شوط اول عرضيتين فقط لا غير في اللقاء اصلا كله، هما العرضيتين اتعملوا في الشوط الاولاني بس. بقى يا باشا سكتم بكتم على كده، ما عادش في عرضيات تاني، ما عادش في كور تانيه، عندنا مساحه فاضيه كبيره في نص الملعب، احمد رضا ومروان قدامهم باقي اللعيبه اللي موجوده، فعندك مساحه كبيره ما حدش بيحرك اللعب لحد ما ينزل بقى الله يبارك له اشرف بن شرقي. يعني انا مش عارف يعني يا اشرف اقول لك ايه، يعني ناس كتير ما كانتش عايزاك، كولر نفسه ما كانش عايزك، الراجل نزل الماتش اللي فات سجل وينزل النهارده كمان يسجل هدف مهم جدا. الراجل ينزل في المساحه اللي احنا بنتكلم فيها، المساحه اللي محتاجه حد يكون واقف فيها، ياخد الكوره يحطها لعمر كمال، يحطها له مره ثانيه كانها وانتو بس جوه ال 18، يروح الراجل ويسجل هدف جميل وممتع ب3 نقاط. ربنا يستر عشان ولا شكل ولا اداء ولا متعه ولا اي حاجه خالص بتحصل، فيعني خلينا على الله.